زي ما احنا قلنا ان الباقات في اكتر من باقه، لكل باقه ثمن. فانت بالنسبه للاشراف تقدر تختار انا هجيب برسلين ولا هجيب سيراميك ولا هجيب اي حاجه انا محتاجها. يوفر لك مساحه، يحمي لك كل حاجه من افضل من انك تعمل اللي هو السلك اللي هو جرار. في سؤال جوهري كتير من الناس يسالوه: باشمهندس احنا نشتغل بنظام باقات ولا بنظام نسبة الاشراف؟ يا باشمهندس نظام نسبة الاشراف احسن ولا نظام باقات افضل؟ يا باشمهندس نظام نسبة الاشراف اغلى ولا نظام الباقات اغلى؟ والله العظيم الاختلاف بينهم بسيط جدا. نظام الباقة بيوضح لك انت هتاخد ايه مقابل ايه. زي ما احنا قلنا ان الباقات في اكتر من باقة، لكل باقة ثمن. انت بتختار الباقة اللي مناسبة معاك عنها. ولكن نسبة الاشراف الميزة الوحيدة اللي فيها اللي هو انت بتشطب على مهلك واحدة واحدة. المبلغ اللي معاك بتشطب بيه. هي دي الميزة بتاعتك. وان انت بتعمل الحاجة اللي انت حاببها. انت حاجة غالية في الشتاء بتجيبها لك، حاجة رخيصة في الشتاء بتجيبها لك. فنسبة الاشراف الميزة الوحيدة بتاعت اللي فيه اللي هو انت بتعرف الحاجة هتكلف كام، او الحاجة اللي انت عاوزها هتجيبها هتكلف كام. يعني مثلا الشقة زي كده احنا فيها القضية 7 سنين. انت مثلا لو مشتغل بنظام مثلا باقة، لو انت مشتغل بنظام باقة اللي لو في الباقة هل الشقة فيها دسين ولا فيها سيراميك. فانت بالنسبة للاشراف تقدر تختار انا هجيب برسلين ولا هجيب سيراميك ولا هجيب اي حاجة انا محتاجها. فنسبة الاشراف الميزة الوحيدة فيها ان انت بتشطب بص كما تحب. ان انت تبقى عارف انت هتجيب ايه. بتختار كل حاجه على حسب ميزانيتك، حاول سواء حاجه غاليه او حاجه رخيصه. ده بالنسبه لنظام الاشراف. اما نظام الباقات انت يعني مثلا في نظام الباقات عندنا النظام مثلا في الباقه الاقتصاديه بيكون بي اس صغير. تمام. طيب انت مثلا حابب تشتغل في نظام نسبه الاشراف، ممكن ما تجيبش بي اس صغير وتجيب بي اس كبير، او تجيب تانجو او تجيب جامبو. فانت في نسبه الاشراف بتتغير على طول الخامات، بتجيب اللي انت عاوز تجيب حاجه رخيصه، عاوز تجيب حاجه غاليه. فانت بتتحكم. طبعا الشركه بتبقى متفقه مع الشركه هتاخد نسبه كام، فالشركه بتبقى عارفه نظامها عليه معاك من الاول، وانت بعد كده بتقدر تتحكم في كل حاجه عندك في الوقت. يا رب اكون قدرت تفكروا في الفرق بين نظام نسبه الاشراف ونظام الباقه. لو بتشطب المنتال لازم تاخد بالك من حته مهمه جدا، هي البلسي. لازم تعمل البليسيه. مهم جدا جدا. يوفر لك مساحه، يحمي لك كل حاجه من افضل من انك تعمل اللي هو السلك اللي هو جرار، اللي هو عباره عن ضرفه جرار بتتحرك معاك. البليسيه ده جميل جدا لما تيجي تعمل المونتال. دي حاجه الثانيه لما تيجي تعمل قطاع المونتال لازم تعمله دبل بيبقى قوي معاك، قوي جدا كمان. سواء بقى تشتغل بي اس كبيره، تشتغل تانجو، تشتغل جامبو، اي حاجه تشتغلها لازم تخلي القطاع عباره عن الزجاج بتاعه يكون دبل، بيبقى اقوى واحسن وافضل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.